السلام عليكم يا شباب. فيديو جديد هتكلم فيه النهاردة عن محطة مهمة بتمر بأي طالب عايز يدرس في ألمانيا، وهي الامتحان البي اينز بتاع جوتا. أهمية الامتحان دوت في حاجات كتير قوي. أول نقطة هو المستوى المطلوب للسنة التحضيرية بجامعات كتير في ألمانيا. تاني نقطة إن في جامعات كتير ما بتديش مستويات ألماني اللي هي المبتدئين، اللي هي A1 A2 B1، فالواحد بيكون محتاج البي اينز عشان يقدر يسجل في الجامعة ويجيب قبول مشروط في اللغة فيها. وهي دي أهمية الامتحان بتاع البي اينز، عشان كده يعتبر محطة مهمة زي ما قلت بتمر بأي طالب عايز يدرس في ألمانيا. شكل الامتحان بيكون عامل ازاي؟ بيتكون من 4 أجزاء. أول جزء القراية أو الليزن، تاني جزء السماعي أو الهورن، تالت جزء الشرايبن أو الكتابة، رابع جزء المحادثة أو المنلش. ال3 أجزاء الأولانيين بيجوا في يوم لوحدهم، والجزء الأخير اللي هو المحادثة الشفوي بيكون في يوم لوحده. شكل اليوم في الامتحان بيبقى عامل ازاي؟ لو نفترض مثلا الامتحان الساعة 9 الصبح، بتروح الامتحان تدخل تاخد أول جزء من الامتحان، وهو زي ما قلت الليزن أو القراية. مدة الجزء دوت في الامتحان بتكون حوالي 65 دقيقة. تبدأ تحل واحدة واحدة، بعد كده الوقت بيخلص، بتطلع برا بريك 15 دقيقة، بعد كده بترجع تعمل الجزء بتاع الهورن أو السماعي، بيستمر حوالي 40 دقيقة، بعد كده بتطلع تاني 15 دقيقة بريك، بعد كده بترجع تعمل الشرايبن أو الكتابة. فكده احنا خلصنا أول 3 أجزاء. أول جزء الليزن بيستمر 65 دقيقة، تاني جزء الهورن وبيستمر 40 دقيقة، تالت جزء الشرايبن وبيستمر حوالي 60 دقيقة. بيخلص اليوم الأول، بتيجي يوم تاني متحدد لك في ميعاد بيختلف من طالب لطالب. مش كل الطلبة بتوع نفس الامتحان بيجوا يمتحنوا في يوم واحد، لا، كل واحد بيبقى ليه ميعاد، بيروح بيدخل يجهز نفسه للامتحان، وبعد كده بيعمل الامتحان. هتكلم في ده باستفاضة في الجزء بتاع الشفوي، هيكون ليه فيديو لوحده. الواحد عشان ينجح في الامتحان لازم يعمل ايه؟ لازم يجيب 60% على الأقل من كل جزء. يعني ده معناه ايه؟ يعني لو انا جبت درجة عالية مثلا في الشرايبن، جبت 80%، وجبت في الهورن 30% مثلا، يبقى انا كده ما عدتش الامتحان كله. حتى لو انا جايب في كل التايلات التانية فوق 60%، لازم كل تايل امتحنه لوحده كأنه جزء منفصل وانجح فيه. طب نفترض لا قدر الله واحد نجح مثلا في شرايبن ليزن وينلش وقع منه الهورن، هيعمل امتحان الهورن في الميعاد اللي عليه الدور اذا كان عايز، ويدفع مصاريف تانية ويمتحنه لوحده. يبقى احنا كده عرفنا الدرجات وازاي تنجح، ومتقسم كام تايل. شكل الامتحان وانت جوه الامتحان بتبقى الموضوع بقى عامل ازاي؟ بتاخد ورقة وليكن مثلا جزء الليزن، مجموعة الأوراق بتاعته، بتحل، وبيكون معاك حاجة اسمها أنسر شيت. الأنسر شيت ده وظيفته إنك بعد ما بتخلص حل في الورقة بتاعت الامتحان، الجزء بتاع الامتحان، بترحل الإجابات بتاعتك في الأنسر شيت دوت. والموضوع ده مهم لأن في طلبة كتير تفضل تحل ويجري معاها الوقت وما تلحقش تنزل إجاباتها في الأنسر شيت، والوقت بيخلص. وفي جوتا الوقت خلص، يعني الوقت خلص، ما بيرحموش. في نفس الوقت بيدوك حقك قبل ما الامتحان يخلص ب5 دقايق، بيقولك رحل إجاباتك في الأنسر شيت.
جزء تاني، موضوع التوتر في الامتحان. ما ينفعش تتوتر خالص، خليك رايق ريلاكس، انت مجهز نفسك، محضر بقالك كتير، ثقتك في ربنا كبيرة، وكله هيبقى تمام. الفيديوهات الجاية بقى هتكلم على كل طايل لوحده، هتكلم ايه المهارات المفروض تحضرها ليه، تقوي نفسك فيه ازاي. كمان هتكلم عن حاجة كويسة جدا، يعني ازاي تمشي جوه الامتحان بحيث انك توفر وقت وتجيب فيه درجات عالية. حاولت شوية تريكس كده تعدي فيها في الامتحان، بس برضو التريكس ديت ولا حاجة بالنسبة لتحضيرك للامتحان، دي مجرد حاجة بتساعدك انك توفر وقت وتعرف تجيب درجات عالية فيها. يا رب ان شاء الله الفيديوهات الجاية تعجبكم، والتوفيق لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.